السلام عليكم، نهاركم مبروك. واش راكم لاباس؟ هيا بخير صحة بخير ان شاء الله. كي يوصلكم الفيديو هذا كامل تكونوا بخير ومهنيين وباحسن الاحوال وباش ما تمنيتوا. اليوم كيما راكم تشوفوا جبت لكم وصفة البصيلة، الوصفة الرائعة اللي يبغيها الكبير والصغير، ويعني كامل الناس يبغوها. هنا كيما راكم تشوفوا نروحوا للمقادير واش نسحقوا. عندي كونتيتي حوالي ما بين 20 25 حبة على حساب الحجم اللي بغيتو نتوما. صاي خواتاتي، هنا كيما راكم تشوفوا عندي نص مغرف نتاع فلفله كحله، عندي مغرفه نتاع قرفه، عندي مغرفه تاع اكل كذلك نتاع سكنجبير، ومغرفه تاع اكل نتاع كركم. يعني شوفوا كامل تبدوها بالمغرف نتاع الاكل الكبيره، ماشي تاع القهوه لا تاع الاكل. كيما شفتوا البصله نسحقوا 2 كيلو تاع بصل، نسحقوا كاس تاع زيت، كاس تاع حسل، حوالي 200 300 غرام، 200 ولا 300 غرام حتى 400 غرام تاع زبيب. نسحقوا كيما قلت لكم نسحقوا المعدن زوج قبضات حتى ل3. نسحقوا البيض ما بين 12 14 حتى 16 بيضه. نسحقوا 2 كيسان نتاع ما. نسحقوا رطل نتاع لوز، ولا مهم اللوز لازم، البصيله تجيب اللوز، انا جامي درتها بالكاوكاو. نسحقوا 3 صدوره كيما راكم تشوفوا كبار نتاع الدجاج. هنا كيما راكم تشوفوا تسحقوا كميه مليحه نتاع اللوز. صايا خواتاتي، انا هنايا حاول ديري انت اذا ما عندكش ديري 200 غرام ولا المهم. هنا كيما راكم تشوفوا نسحقوه على حساب البيض، الا كان عندكم كبير تسحقوا 12 ولا 14، واذا كان صغير من 14 ل 16. صاي نسحقوا الورق تاع الديول والمعدنوس. هنايا انايا درت 3 ربطات بصح نقصت من الربطه الثالثه. صايا خواتاتي هاو. الديول كاين 2 نوعيات درت بيهم، كاين الجده والعائله تاع جداتي، والعائله بصح احسن ديول اللي عجبني العائله، يعني في 2 شابين، واحد 9000 واحد 11000 ولا 12000. نعاود لكم لي زيبيس: مغرفه كبيره تاع سكنجبير، مغرفه كبيره نتاع كركم، مغرفه كبيره قل نص مغرفة كبيرة تاع ملح، ونص مغرف كبيرة كذلك فلفلة كحلة يعني قل من نص، ومغرفة كبيرة تاع قرفة مطحونة. صاي خواتاتي، هنا كيما راكم تشوفوا عندي كمية تاع بصل، قطعوها رقيقة بزاف ولا ديروها في الاشوار. هنا نسحقوا 2 كيسان تاع ما، 2 كيسان بالحساب. هاد الكيسان كامل الناس عندها، ما كاش اللي ما عندهاش الكاس هذا. حطوا لي زيبيس تاعكم هما الاولى كيما راكم تشوفوا، يعني الطريقه سهله مهله. وشوفوا الوصفه هذه رائعه، هذه ديروها في العرس، في المناسبات، اي مناسبات تكون عندكم ديروها. صاي خواتاتي، هنا دوك نقول لكم شعال المكونات هادو، شعال يعني شعال كلا ودراهم. دوك هنا باش كيما قال تكوني عارفه اش راكي ديري. هنا جيبي بوكي تاع كيما هكا تاع معدنوس، ديريه في الاول. هنايا هاد المغرفه الكبيره تاع السمن دوك نحطها، نعاود نحطها دوك نحطها يغلي، ونحطها كذلك مغرفه كبيره تاع السمن. هنا الزدوره راكم تشوفوا فيهم الزدوره كبار ماشي صغار، وكبار الزدوره كيما راكم تشوفوا كبار بزاف. هاهمالا، ونديروهم في المكونات هادو، نديروهم يطيبوا. دوكيا نحطهم يغلو، ونحط عليهم داك الكاس تاع الزيت، ونزيد ديك المغرفه الكبيره تاع السمن، ونخلي الدجاج نتاعي يطيب. بعد ما يطيب الدجاج نتاعي انا نكون طحنت البصل، ونقلي اللوز نتاعي. اللوز نقلي نحمره، تبغي تحمريه حمريه في الزيت كيما نقولوا في المقله، حمريه وخليها ولا راه يتحمر. حمريه مليح مليح، ايوا كي يحمر لك ولا حطيه يبرد، يبرد طحنيه. هنا ولا الدجاج تاعي راه بدا يغلي، دوك نزيد نضيف له كي بدا يغلي نزيد نضيف له. تبغوا ديروا في الاول ولا في الثاني غير كيف داك الكاس تاع الزيت، وديك المغرفه الكبيره تاع السمن. انا قلت لكم السمن، وانتم اختي ديري بغيتي ديري الدهان ديري. انا نبغي شوفوا دائما الماكله بالسمن تجيب، بالسمن تجيب شويه بنينه على الزبده وعلى الدهان. ايا وتي ودبري راسك، كاين اللي يجيه السمن مسفر دبر راسك، يعني كيما قال كل واحد ودبر راسه. هنا توجور نقول لكم نار قليله. هاد لاصوص هذيك المرق اللي درناها ولا كاس تاع الزيت تاعنا، هذيك المرق اللي درناها راح نطيبوا عليها الدجاج تاعنا، ونولو نطيبوا البصل طحنوها في الاشوار، ولا ديروها بيديكم ولا باش وما بغيتو. صاي ايا ولو كي نصفي الدجاج تاعي
ها هو السمن تاعي دوك صاي كي بدات تغلي المرقه نتاعي. ضفت داك الزيت. تبغوا ديروا في الاول، ديروا كاع في الاول كيما بغيتو، يعني ما راكيش متقيده، كي ديروا كاع في الاول ولا تبدا تغلي وديروا الزيت والسمن. هذا ما كان طريقه شوفوا واحد الكو، واحد الريحه. شوفوا كي نقول لك تشوفي مين تشميها، ما نقولكش تزعزع الحاله، تزعزع الحاله صدقوني. ما نقولكش المذاق نتاعها، ما نقولكش هذا كي تكوني طيبي فيها كيما هاك. شوفوا غير اللون تاعها كيفاش راهي شهي. هيا وين البصل بعد ما رحيناها. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما الدجاج تاعنا طاب وصفيناها على جهه، نضيفوا البصل تاعنا كيما قلت لكم 2 كيلو. بغيتو ديروها في الاشوار، بغيتو ديروها بيديكم كيما بغيتو. المهم هنا كيما قلت لكم المرق هذيك اللي طاب فيها الدجاج ما زدنا فيها حتى اضافات، ما زدتش فيها الماء، غير دوك 2 كيسان تاع الماء صاي يطيب فيهم الدجاج ويطيب فيهم البصل. صاي خواتاتي وبنياتي. هذا ما كان قلت لكم نقصوا للغاز تاعكم باش ما تخفص لكمش باش ما تنفصلكمش وطيب لكم ليه، طيب لكم خضره وتشرب لكم المرق هذاك. هذا ما كان خواتاتي. وهنا ضيفوا ثاني المعدنوس بعد ما طحناه رحيته في الاشواء ودرته كيما قلت لكم. كان عندي 3 ربطات، انا درت 2 ربطات ونص. الربطه الاولى نصها درته في الاول بوكي، حزمته ودرته في مع الدجاج، والزاوج هذا درته مع البصل. طريقه سهله مالا. هذا ما كان يعني ما تقولوا لي لا قطعتي المعدنوس لا والو. شوفوا واحد البنه شنو نقول لكم، شحال ما نشكرها لكم قليله عليها، يعني البنه تاعها لا تقاوم. يعني كيما قلت لكم البصيله ما يبغيها الكبير والصغير. هنا اول اللوز بعد ما حمرته في الزيت وطحنته، خليته برد وطحنته صاي. وهنا الدجاج نتاعي هاو بعد ما طاب وفتوه. ما تفتوش بالخدمي لا، فتوه غير بيديكم خير وخير، يعني فتوه رقيق رقيق ولا بالشوه ولا كيما تقولوا له. انها هو الكميه تاع البيض اللي درتها. قلت لكم الا كان البيض تاعكم كبير صحه، والا كان صغير كذلك صحه. نتوما الا كان كبير ديروا 12 ولا 14، والا كان صغير ديروا 14 ولا 16. صاي خواتاتي متفاهمين؟ اي صاي متفاهمين. هنايا جيبوا وعاء نتاعكم وخفقوا فيه البيض، خلطوا البيض تاعكم مليح مليح. ايا وضيفوه على ديك البصل والمعدنوس. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد البصل تاعي ما طاب لي، نحطوا البيض تاعنا ونخلطوا مليح مليح. شوفوا خلطوا ليه ومليح مليح ونشفوه وخلوا له النار قليله وخلوا البيض تاعكم يطيب، يعني ما يديلكمش بزاف في الطياب. صاي خواتاتي وبنياتي. هاي والوصفه هذه شوفوا كي تتبعوا الطريقه راح تنجح لكم بأول مرة. ما تخافوا ما والو صدقوني والله العظيم راح تنجح لكم بأول مرة. تنجموا نتوما البصله تنجموا تقلوها، تنجموا ديروها في الكوشه، تبغوا تقلوها بالزيت ولا ديروها في الفور طيب تاني تجي شابه خير وخير. يعني سيوك ايفيتو داك الزيوت عليكم. هيا وبالنسبه للشكل، الشكل ديروا اللي بغيتو، تبغوا ديروها مداوره كيما هكا ولا تبغوا ديروها مثلث. هنا جيبي داك اللوز تاعك بعد ما طحنتيه وحطي عليه هذاك الكاس الصغير تاع لاتاي نتاع السكر، وجيبي فتيته كذلك فتيته تاع قرفه وضيفيها عليه. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما البصل والبيض صاي طابوا كاملوا طيابهم، واش راح ندير؟ راح نضيفوا عليهم مكونات اللي باقاو. نضيفوا الكاس تاع الحسل تاعنا، ها هو وينا كاس كومبلي تاع حسل، يعني المقادير هذه اللي عطيتها لكم مقادير مضبوطه. نضيفوا الكاس هذا تاع الحسل. ما بغيتوش الحسل تقدروا ديروا سكر غلاس صاي، يعني الحسل احسن واحسن. وبصح اللي ما بغاتش دير الحسل تقدروا ديروا، ولا ما كانش متواجد عندكم ولا بحالتكم تقدر ديري سكر غلاس. هنا الدجاج هواوينا بعد ما فتتناه كيما راكم تشوفوا ما تطحنوش في الاشوار لا، وما تقطعوش بالخدمي. شوفوا قطعوه هكا بيديكم بالشويه وصاي، وحطيه على البصل والبيض يعني كامل المكونات هادو ضيفوهم ضربه واحده صاي. انا هنا كيما قلت لكم راني دايره كونتيتي تبارك الله ما شاء الله كونتيتي مليحه. هنايا دوك هنا كما قلت لكم تقطع لكم كميه مليحه. اللي تبغي تقسم المقادير على 2 ولا على 4 ولا على 3 عادي، يعني راكم تشوفوا بعينيكم الكونتيتي مليحه. يعني هذه تاع تقدروا ديروها كما نقولوا هكا كونتيتي مليحه وصاي. والحجم اللي بغيتو ديروه تنجموا ديروها مثلثات ولا تنجموا ديروها دوائر ولا تنجموا ديروها خبزه كبيره، يعني ما راكوش متقيد. هنا جيبي البرقه تاع الديول تاعك
شوفي الاولى قسمي الورقه تاع الديول تاعك على 4، راكي تشوفي الورقه تاع الديول تاعك قسميها على 4 باش ديري بها القاعده. يعني ضروري ديري داك المثلث اللي قسمتيه. صاي خواتاتي، ها شفتوا بعينيكم، ها ولا الحبات قسميها على 4 ودائما ديري داك الربع ديريه باش تحطي عليه. وهنا جيبي البانسو تاعك ودهنيها بالسمن. انا قلتلكم دائما نخدم بالسمن وانتي شو ما بغيتي. بالنسبه للمول تبغي ديري بين هذا المول ولا تنجمي ديريها هكاك عادي، ما راكيش متقيده. يعني ديري التي اللي يساعدك وديري التي اللي يخرجك. هنا كيما راكم تشوفوا جبت مغرفه كبيره بومبي، انا هنا درتهم معمرين ودرتهم كبار. يعني صراحه هاو كي راكم تشوفوا بعينيكم. نتوما بغيتو ديروهم صغار وديروهم مثلثات ديري. دوك راني درت انا الحجم الصغير والحجم الكبير. والتطبيق بطريقه سهله ماهله، هذا ما كان يعني اسهل منها ما كاش. تبغي تشكليها ورده ولا يعني كيما بغيتي، هذا ما كان. وانا هيا وين كي تقلبيها هذا ما كان. يعني تقدروا ديروها في المول ولا بلا مول عادي. ديروا زوج مغارف كبار بومبي تاع الحشو. ايا هنايا شوفي اللي تخدميها ديريها في الكيس هذا ولا بابي سيروفان. يعني فاش ما عندك اللي تخدميها الاولى ولا الزوجه والثالثه باش الديول تاعك ما يبسلكش. وهنا كما شريت معكم الاولى وزوجه، هنا درناها في المول. هذا نتوما تبغوا ديروها دوكا غادي نعاود ندير معكم واحده اخرى. ما نديروهاش في المول، نديروها غير هكاك ويعني تجيكم نفس النتيجه. مهم تدهنوا كامل بالسمن وديروا هذاك المورسو زياده، هذه ضروري ديروها. صاي ايوا كيما قلت لكم ديروا مغرف الاولى تاع ديروا زوج مغارف بومبي نتاع اكل في الحشو. هذا ما كان. هي وقلبيها على فمها وتشبه امها، هذا ما كان. تجيكي الحبات يا اخت. هذوك نعاودو نديرو واحده اخرى بلا مول. انا هادو درتهم معكم بالمول ودائما نقول لكم ديروا لهم انا هنايا كيما راكم تشوفوا كاين اللي درت لهم غير الكيس تاع الديول وكاين اللي لا. هيا وين ها جات كي الحبه يا اخت. وهنا هذه كيما راكم تشوفوا ما درناها لا بالمول لا والو. ديروا كذلك نفس العبار زوج مغارف تاع حشو. هذا ما كان. ودهناها كيما راكم تشوفوا بالسمن. كي تجوا طيبوها نتوما، هنا راني دهنتها مليح مليح، راني عطيتها حقها. كي تدهنوها مليح مليح وكي تجوا طيبوها ما تدهنوهاش بالسمن. بصح الا ما كنتوش دايرين لها السمن بزاف كي تجوا طيبوها بالباسو تاعكم ودهنوها بالسمن. صاي هذا ما كان. هنا بغيتو الا عندكم كاش عفسه هكا تشدوا بها وتشكلوها كيما هكا ورده. اللي بغا يديرها هكا كي شكل ورده ديروها ولا ديروها كيما هكا خير وخير. هذا ما كان. جيبي داك الكيس تاع بلاستيكي ايا ولوي كامل الحبات تاوعك. بغيتي طيبيهم طيبيهم، بغيتي تحطي في تقدروا تحطوهم في الكونجيلاتور. كي تبغوا طيبوهم مباشره ديروا الكوشه حاميه، حموا الكوشه ايا وتحل البصيلات تاعكم الطيب. بغيتو تقليها قليها كيما بغيتي. وهنا كيما راكم تشوفوا النتيجه النهائيه اللي تحصلنا عليها. قطعت لنا كميه مليحه حوالي ما بين 25 اكثر من 25 حبه. هنا درت كاين اللي درتهم مدورين كاع وكاين اللي درتهم على شكل تاع سامسه. هنا دخلتهم يطيبوا ما دهنتهم ما حتى حاجه. عندها الصغازات. يعني تشوفوا نتوما كي تجوا طيبوهم من الكونجيلاتور دخلوهم ديريكت، ما تخلوهمش حتى يكونجلاو، دخلوهم ديريكت للكوشه. بغيتو تقلوهم اقلوهم عادي، بغيتو تدخلوهم للكوشه خير وخير. وهنا بغيتو ترشوهم بسكر غلاس ولا بغيتي ديروا لوس ايفيلي ولا اللي بغيتو ديروه. يعني التزيين اختياري. هنا انا شادرت زعما بغيت نبارطاجي معاكم غير حبه ولا زوج كيما هكا. درت وحده سامسه وواحده هكا على الشكل تاع السامسه. يعني بغيتكم باش تشوفوا دوك نحلها لكم باش تشوفوا النتيجه كيفاه جات. وشهيتكم في الجنه واللي توحم تسمح لنا واللي تشاهد تسمح لنا واللي قدامنا اختي نزيفطوا لها. هذا ما كان ماشي خساره فيكم. هذه هي خواتاتي. يعني من الاحسن كما قلت لكم دخلوهم للكوشه خير وخير. هذا ما كان. هنا كما راكم تشوفوا قسمت معكم هاي وينه. شوفوا جات معمره وجات حتى للقلب.